حلقة النهاردة هنجرب أغرب فطار ممكن تفطره. هنفطر لحمة ضاني وكبدة ضاني مع الفول والعدس في واحد من أشهر مطاعم الأكل البدوي هنا في مرسى مطروح، مطعم التركي. كمان مش هننسى الفطار المصري الأصيل، الفول والفلافل، واللي هناكلهم على أحلى فيو في مطروح. وكمان هنقول لكم ازاي تعمل الشاي الزردة وتجيبه منين كمان علشان تاخده معاك لو حابب. كمان هنجرب الحواوشي الاسكندراني من أشهر جزار موجود هنا في مطروح، مفتاح السيد. وطالما احنا في مدينة ساحلية يبقى لازم هتحتاج تاكل أكلة سمك. تاكلها منين بسعر كويس ومستوى الجودة وطعم لذيذ. كمان هنشوف الكبدة الاسكندراني ديت واللي ريحتها جابتني وانا بتمشى في شارع اسكندرية. ومش هننسى طبعا أكتر أكلة شعبية مصرية وهي الكشري، ولا هننسى التحلية ولا العصير من عند أشهر محل عصير هنا في مطروح. خلونا ناخد لفه كده في شارع اسكندريه، نجيب شويه طلبات ومن ضمنها طبعا هنجيب فحم علشان هنشوي في البلكونه كالعاده زي ما انتم متعودين يعني. هو اجمل حاجه يعتبر في مطروح هنا هي طبيعه اهلها الطيبين وهدوء المدينه اللي هو مختلف جدا. كمان طول ما مفيش عدد مصطفين كبير فالموضوع بيكون لذيذ يعني، لكن الزحمه اللي بتبقى في 7 و8 للاسف بتبقى صعبه شويه. خلونا ننزل ونجيب الفطار. هنا طبعا في مطروح اماكن الفطار كتير جدا، يمكن طبعا اشهرهم مطعمين. في مطعم صورناهم ليكم قبل كده كان اسمه على ما اعتقد عباد الرحمن، والمطعم الثاني اللي هنجيب منه النهارده وهو الاشهر طبعا هو مطعم عمر المختار، واللي بيكون طبعا جنبه عيش شامي. اي طبعا خضروات او اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها جنبه طبعا. كمان الفندق هنا زي ما انتم شايفين المفترض ان في باركنج للعربيات. لو معاك عربيه طبعا ومش عارف هتركنها فين فبتركنها هنا بمنتهى السهوله. التكلفه بتكون 50 جنيه. تجربه الفطار طبعا هو ان انت تيجي وتاكله هنا على البحر زي ما قلنا لكم قبل كده. ألف ب بحر ومصيف وأجازة هو الشوي. عشان كده طبعا كالعادة واحدة من أهم المميزات إن أنت تبقى موجود طبعا في براندا كبيرة زي كده هو إنك تقدر تشوي المشويات بتاعتك. ممكن طبعا ما تحتاجش إنك تروح لمطاعم غالية جدا أيا كان نوع المشويات اللي معاك، سواء فراخ أو لحوم، الأكل الطبيعي العادي بتاعك يعني تبدأ إن أنت تشويه وتقعد تستمتع بالفيو ده. الحياه الليليه هنا في مرسى مطروح متنوعه، تبدا طبعا من قعده الكورنيش اللي بقت زحمه جدا، واللي انا متفاجئ ازاي الزحمه دي واحنا لسه في شهر 6، وكمان المطاعم والكافيهات اللي موجوده هنا في كل مكان. خلونا نشوف حاجه نحل بيها، نروح من اللبن ونحاول نجيب من هناك حاجه. زي ما شفتوا معانا كده نزلنا اتمشينا شويه في شوارع مطروح تحت وفكرنا ان احنا نجيب حاجه نحل بيها. يمكن افضل حاجه دلوقتي كقيمه مقابل سعر وكطعم كمان هو بلبن. نزلنا عنده جبنا 3 انواع، خلونا نجربهم ونقول لكم الطعم عامل ازاي. اول حاجه فيهم وهي اشطوطه اللوتس ديت اللي كان للاسف قبل كده فيها عناصر اكتر من كده، انا ما اعرفش هم قللوها ليه. سعرها المفترض 75 جنيه. خلونا نجربها ونقول لكم طعمها عامل ازاي. الطعم بتاعها كويس جدا وبالنسبه للسعر بتاعها بتعتبر معقوله. كمان جربنا حاجه من الاختراعات بتاعتهم وهي الكشري بلبن بتاعهم دوت. خلونا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. هو بيعتبر تغيير عن الحاجات التانية بس للاسف مش بنفس قوه نفس النوع دوت واللي موجود في الدول العربيه التانية زي ما جربناه معاكم قبل كده في السعوديه وفي الامارات. حاجه من احدث الاختراعات اللي كانوا عاملينها من فتره وهي المنتدى ديت، واللي طبعا كانوا عملوها بمناسبه هم رجعوا تاني بعد ما قفلوا. خلونا نجربها ونشوف طعمها عامل ازاي. بشكل عام الطعم بتاعها كويس جدا، ويمكن كمان بتعتبر اكتر حاجه فيهم قيمه مقابل سعر. احنا بنتكلم عن سعر 100 جنيه فبتعتبر كويسه جدا. العلبه بتاعتها كبيره والحجم بتاعها كويس والطعم رائع كمان. وكالعاده زي ما انتم متعودين طبعا افضل مكان تفطر فيه لما يكون عندك شقه زي كده هو الاطلاله اللي على البحر اللي جنبنا ديت.
زي ما انتم شايفين كده جايبين طعميه سخنه وفينو حاجه كده من الكلاسيكيات القديمه وشويه جبن علشان نبدا نفطر بيها. وطبيعي طالما عندك قاعده زي كده فانت مش هتفكر تنزل كافيه او نادي او اي مكان تقعد فيه على البحر، لان عندك المكان والفيو اللي قدامك ده. لما بتكون قاعد في البراند هنا ما بتحتاجش انك تنزل تروح كافيه او مطعم او اي حاجه بتطل على البحر، لان انت هنا حرفيا بتعتبر في قلب البحر، معاك اي شغل تقعد تشتغله، ولو عايز تشرب اي حاجه او حتى هتاكل تتغدى تتعشى، كل حاجه هتحتاجها هتقدر تعملها هنا من غير ما تنزل وتطلع وتتعب نفسك. صباح الخير. اول ايام العمليات الاستكشافيه هنا في مطروح، لما تكون في مدينه ليها طبيعه بدويه طبيعي ان يكون جزء من المطاعم المدينه ديت هي المطاعم البدويه. ده اغرب فطار ممكن تفطره هنا في مرسى مطروح، الفطار البدوي. زي ما ممكن تفطر كرواسون في فرنسا، انت هنا في مرسى مطروح طبيعي انك هتاكل الاكل بتاع اهل البلد. فعلشان كده النهارده احنا هنجرب الاكل البدوي. احنا هنا مش بنتكلم عن اكل عاديه، احنا بنتكلم عن لحمه ضاني على الفطار، وبنتكلم كمان عن كبده ضاني، ويمكن الفول اللي احنا متعودين عليه والعدس كمان. زي ما انتم شايفين معانا هنا الفول ومعانا العدس، ويمكن دي الحاجات التقليديه. بعد كده عندنا الحاجات اللي مش تقليديه بالنسبه لنا، يمكن عندنا في مصر في كرداسه واللي الناس بتفطر فيها كبده جملي، لكن احنا هنا بنتكلم عن كبده ضاني واللحمه الضاني ديت اللي هي بيسموها كمونيه. السلطات طبعا اللي عندك هنا سواء السلطه دي او دي او المخلل. كمان بعد ما نخلص الليله ديت هيبداوا ينزلوا لنا براد شاي زرد علشان نشربه. زي ما انتم شايفين ده شكل العيش اللي بينزل هنا، يمكن ده مشهور بيه المناطق الساحليه ومطروح برضو. خلونا اول حاجه نبدا نجربها وهي الكبده الضاني ديت. الكبده طعمها حلو جدا، كبده ضاني فعلا، مش مجرد كبده عاديه وحاطين عليها شويه ليا عشان بس تبان ان هي ضاني. دي اللحمه الضاني اللي هنفطر بيها. اللحمه الضاني طعمها كويس جدا وما فيهاش الطعم بتاع الزفاره اللي ممكن يكون موجوده في بعض الضاني. نتكلم طبعا عن مطروح اللي هم اصلا مشهورين بالضاني. خلونا نجرب الفطار المعتاد اللي احنا عارفينه، الفول. الفول ده هيبقى مستوي جدا. يمكن احنا بس في مصر متعودين على فول العربيات اللي بيكون الميه بتاعته تقيله شويه وبيكون متحبش بقى بالدقه والطحينه والحاجات ديت، بس الفول كويس. الحاجه الاخيره اللي نبدا نجربها وهي العدس. فكره ان انت تفطر عدس برده مش معتاد علينا احنا في القاهره قوي او باقي المحافظات التانيه، بس هنجربها يعني. ده شكل العدس بيعتبر كويس جدا، بس طبعا لو هتيجي تفطر انت هتجيبه بشكل جانبي وهيبقى تركيزك اكتر على الفطار هنا على اللحمه الضاني والكبده الضاني اللي بالمناسبه طعمهم جامد جدا. النهارده احنا موجودين في مطعم التركي. المطعم فيه اماكن العائلات زي اللي احنا قاعدين فيها ديت، تكون في ستاير حواليك مقفوله كده بحيث لو معاك اسرتك تبدا تقعد تاكل براحتك. مش الاكل بس اللي جامد، القعده دي كمان في حد ذاتها جامده جدا. بعد الاكل البدوي الجامده ديت طبيعي انك تقفل الليله بكوبايه شاي زردة. مطاعم الفطار الشعبي منتشرة هنا في مطروح واغلبهم بيقدموا مستوى كويس جدا، واشهرهم مطعم عمر المختار واللي موجود في السوق هنا. الفول عندهم كويس والطعمية جميلة جدا، بالذات المحشية واللي بيكون جواها هريسة الشطة مش طماطم وبصل. وما تنساش انك تكمل فطارك بالعيش السخن دوت. خد الفطار واطلع على البحر وافطر واستمتع بالجمال ده كله وانت بتفطر. علشان تفطر هنا في مرسى مطروح تجيب الفطار بتاعك وتقعد هنا الصبح بدري قبل الزحمة والصداع وصوت الاطفال والاصوات الكتير جدا اللي بتغطي على صوت البحر. جبنا فول وفلافل وبتنجان وعيش وطبعا الزيتون المطروحي او السيوي اللي هم هنا بيتميزوا بيه. هنخلص القصه دي كلها ونعمل شويه شاي زردة نحبس بيهم الكلام دوت. ولعنا الفحم زي ما انتم شايفين كده علشان على ما نخلص الفطار يكون اشتغل ونبدا نحط عليه الشاي ونستمتع بالجو دوت. زي ما قلنا لكم بعد ما حطينا الميه في البراد هناخد الشاي الليبي اللي المفترض ان بيبقى هنا في اي مكان وتقدر تجيبه، وتبدا تحط منه شويه على قد الكوبايات اللي انت هتعملها. بس لو محتاجه انه يتقل طبعا سيبه يغلي اكتر، لان الشاي ده تقيل بشكل فظيع مش زي الشاي اللي احنا متعودين نشربه. بعد كده طبعا عندنا السكر، حط منه زي ما انت عايز، ولو صاحب مزاج قوي وعايز تشربه بالنعناع هتلاقي هنا النعناع اللي بيتباع مجفف اللي مفترض انه نعناع سيوي وكويس جدا. سيب بقى البراد شويه هنا كده على الفحم دوت علشان ايه يستوي. وانا بتمشى في شارع اسكندريه هنا في مطروح شميت ريحه كبده اسكندراني. ببص جنبي لقيت المحل دوت كبده الفلاح. المحل موجود هنا جنب عصائر القادسيه في شارع اسكندريه. قبل ما ابدا التصوير لاحظت انهم بيسووا كميات قليله من الكبده، ومجرد ما بتخلص بيغيروا الزيت ويغسلوا الطاسه من جديد. لقيتها فرصه اننا نقف ونطلب كبده ونستمتع بالشو دوت وننقله ليكم كمان ونشم ريحه الكبده وهي بتستوي.
خلونا نجرب الكبده اللي وقفنا واتفرجنا على الشو بتاعها الجامد دوت، نشوف طعمها عامل ازاي، كويسه ولا لا. الطعم بتاعها حلو جدا وعالمي، بهارات مش شديده فيها، وطعم الكبده ظاهر. خلينا بس ايه ناخدها بطريقه اسكندرانيه شويه ونحط عليها شويه ليمون. الطعم بتاعها عالمي فعلا، جربوها يعجبكم جدا. سعر السندوتش 15 جنيه. زي ما عندنا في القاهرة الحواوشي بيكون معمول بعيش، هنا في المدن الساحلية هتلاقي حواوشي اسكندراني بيتعمل بالعجينة، بحيث ان اللحمة والدهون اللي فيها تستوي مع العجينة ديت من البداية. وانت في شارع اسكندرية هنا في مطروح هتلاقي جزارة مفتاح السيد واللي بيعملوا الحواوشي دوت. جرب حواوشي السجق، ولو محتاج شوية دلع زيادة خده وش بيتزا. دقايق وهيخرج ليك سخن، خده واطلع على البحر برضه او اي مكان واستمتع بيه. شكرا. السنه اللي فاتت لما صورنا محل مشويات هنا في مطروح، كتير جدا من حضراتكم دخلوا وكتبوا لنا جرب مفتاح السيد، لان المفترض ان الجزاره عنده كويسه ومضمونه جدا، وجرب الحواوشي. فالنهارده احنا هنجرب الحواوشي. ده شكل الحواوشي الاسكندراني طبعا زي ما شفتوه وهو بيتعمل يعني. ده بالموتزاريلا. خلينا نجربه بس نشوف طعمه عامل ازاي. حواوشي عالمي وممكن ارجع اجيب تاني منه يعني. هل مرسى مطروح فيها محلات سمك متخصصه بتعرف تعمل سمك كويس؟ اللي بيروح مطروح من سنين كان هيلاحظ ان الوضع كان مختلف، السوق كان فيه سمك لكن نشاط بسيط مش متخصص بيقتصر على بيع السمك وتسويات بسيطه. الفتره الاخيره ظهرت محلات سمك في سوق مطروح بتبيع باسعار السوق العاديه لكن بتسوي السمك زي المطاعم المشهوره، وفي اكتر من محل بيعملوا كده، ومطعم مجدي واخواته واحد منهم. لو موجود هنا في مرسى مطروح وعايز تاكل اكله سمك تاكلها منين؟ النهارده هنجرب مطعم اسماك مجدي واخواته. وطالما احنا في منطقه ساحليه يبقى اكيد هنجرب سمك يكون ليه علاقه بالبحر. احنا النهارده جبنا طبعا سمك بوري وشويه جمبري، كمان جبنا من عنده رز وطحينه. علبه الطحينه بالمناسبه حجمها كويس على السعر بتاعها. وطالما هناكل سمك فالافضل انك تاكل معاه جرجير او فجل، وده بيكون افضل من السلطه الخضراء لو انت حابب يعني. خلونا نجرب ونبدا باول حاجه معانا هنا وهي البوري، السمكه الكبيره ديت. التسويه بتاعت السمك كويسه جدا، وعلى قد ما تقدروا حاولوا ان انت لو كده كده هتجيب بوري ان انت ما تجيبش السمك الصغير، هات السمك الكبير، لان نسبه الدهون بتبقى فيه عاليه لما بتستوي بتعلي الطعم بتاعها كويس جدا. طبق الرز ده مفترض ان يبقى 20 جنيه، ويعتبر يعني الكميه اللي فيه كويسه جدا على السعر دوت. الرز مستوي كويس، وغالبا حاطين عليه بهارات اللي هي بتاعت السي فود اللي هي بتبقى بتاعت الجمبري، فمدياله طعم كويس جدا. نيجي بقى لاهم حاجه اللي غالي جدا وبقى سعره غريب الفتره ديت، بس الاسعار عندهم الى حد ما قريبه من الاسعار بتاعت القاهره، مفيش فيها اي فرق. كمان اصلا الاسعار دي بالتسويه. بالنسبه للجمبري طعمه كويس، بس القشره للاسف بتتقشر بصعوبه، والمضغه بتاعته غالبا ان هو كان متجمد. ما عنديش فكره هل كان فريش او اتجمد كام يوم ولا اكتر من كده، لكن طعمه كويس. واخر حاجه، لو ما جربتش تاكل قبل كده جرجير او فجل مع السمك انصحك انك تجربه. لو موجود هنا في مطروح وعايز تحلي تقدر تجيب منه ايس كريم، يعتبر انسب حاجه كسعر. عنده طبعا حاجات تانية زي القشطوطه وغيره، بس احنا اخترنا الايس كريم. هنبدا نخترع فيه شويه ونحاول نعدل. نجيب بسكوته زياده وبنبدا نكسرها كده في العلبه، بنحولها لفتة ايس كريم. طعمها كويس جدا، حاولوا تجربوها. افضل الاطعمه بالنسبه لي اللي عندهم هو الزبادي توت والاوريو او المانجا لو انت حابب يعني. ما تيجوا نجرب كنافه بسبوسه اللي موجود هنا في مرسى مطروح. الحلقه اللي صورناها في مرسى مطروح السنه اللي فاتت كنا جربنا احمد حسنين في الهريسه، لكن السنه دي وبما ان كنافه بسبوسه موجود هنا وهو بقاله فتره كل كام يوم بيعمل خصومات بتوصل ل 50%، 50% حقيقيه. النهارده كانوا عاملين عرض على الكنافه بصوص الشوكولاته، قلنا طبعا نجربها ونشوفها عامله ازاي. بالنسبه لي ده اكتر فرع من فروع كنافه وبسبوسه ظابط الكنافه، بحيث ان هي غالبا واخده سمنه زياده، فعشان كده مقرمشه مش طريه وبيضه من جوه ومن بره صفرا بس يعني. كمان الصوص بتاع الشوكولاته فيها تقيل ومظبوط. السعر بتاعها هم عاملين عليها عرض، المفترض انه كان ب 90 جنيه وبعد العرض ب 45 جنيه. واحد من اشهر الاماكن اللي بتقدم عصير القصبه والعصائر بشكل عام هنا هو القادسيه اللي ورايا ديت، ممكن تجربوه لما تيجوا يعني. جولتنا النهارده خلصت، لكن باذن الله حلقاتنا لسه ما خلصتش. استنوا الحلقات الجايه واللي هتكون باذن الله برضو من مطروح. هيكون معانا تحدي صعب جدا، وهو اننا نلف شواطئ مطروح كلها في يوم واحد. كمان هنصور لكم رحله اليخت اللي هنا في مرسى مطروح ونقول لكم تستاهل تطلعوها ولا لا، وهنقول لكم على افضل مكان تسكن فيه هنا في مطروح كقيمه مقابل سعر.
المطعم طلبنا منه بيتزا حجمها 50 سم مشكله فيها اكتر من نوع، كانت جميله جدا. كمان طلبنا من عندهم مكرونه وبرده كانت رائعه، وطلبنا انواع برجر منها الفراخ ومنها اللحمه واللي كان طعمها جميل جدا. كمان الكميات عندهم كويسه وبيقدموا قيمه جيده مقابل السعر. بعد ما بصينا على خالد واخواته ومجموعه المحلات اللي هناك اللي كنا جايبين منها السنه اللي فاتت، قررنا ان احنا نغير ونجرب محل تاني. النهارده طبعا هنجرب محل اولاد طعيمه اللي ورايا دوت. نقينا السمك ومستنيين يستوي، وهنبدا نروح طبعا علشان ناكله ونقول لكم راينا فيه عامل ازاي. المره دي كتغيير حبينا نغير المحلات اللي كنا بنجربها السنين اللي فاتت، وجربنا المحل دوت واللي اسمه ابو طعيمه. زي ما انتم شايفين جبنا جمبري وصبيت الاثنين مقليين، وجبنا سمك بوري مشوي وشويه رز وسلطات وحاجات كويسه كده يعني. خلونا نجرب الاكل ونشوف طعمه عامل ازاي. زي ما انتم شايفين ده الجمبري اللي هو جاي مقلي، مفترض ان هو ديل وراس. الطعم بتاعه عالمي جدا والقرمشه كويسه جدا. خلونا كمان نجرب الصبيت اللي طالبينه من هناك دوت. تتبيله مظبوطه جدا، مفيش حاجه زياده او حاجه قليله. طلبنا السمك البوري دوت، خلونا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. احلى حاجه فيه ان هو اكتر حاجه جايه سخنه والطعم بتاعها جامد جدا.